طيب، من ضمن الحاجات اللي هنتعلمها في العلاج المعرفي السلوكي ان احنا لازم نكون عارفين ان مش كل الحاجات في اطار سيطرتنا ابدا. في حاجات هتكون في اطار سيطرتنا وفي حاجات كتير خارجه عن سيطرتنا. يعني ايه خارجه عن سيطرتنا يا دكتور منار؟ ادينا مثال. يعني مثلا معتقدات الاخرين وسلوكياتهم مش بتاعتي، ما اقدرش اتحكم فيها. النتائج الماضي ما مضى قد مضى، زي ما قلنا ما نقدرش نغير البدايات ولكن نستطيع تغيير النهايات. الوقت، ولكن اقدر اعمل اداره للوقت، يعني لازم يبقى عندي تايم مانجمنت، ولكن ما مضى قد مضى. بستفيد منه في ان انا ابني وعي جديد، خبرات جديده، تارجتس جديده زي ما قلنا. راي الاخرين فيا برضه مش بتاعتي. وكمان الذكاء في ايه؟ ان انا لازم يبقى عندكم ثقه في ذواتنا. هو راي الاخرين فينا، احنا اللي بندي الاخرين، احنا اللي بنخليهم يحترمونا او لا، احنا اللي بنخليهم يقدرونا او لا. اللي بيحترم ذاته وبيقدر ذاته وبيثق في قدراته وبيثق في امكانياته، صورة الآخرين ده انعكاس للي انت بتقدميه. طول ما انت ممتلئة بذاتك واستحقاقك عالي، عمر ما حد هيقدر يكسر فيكي ولا يهد فيكي. معتقداتهم ورأيهم فيا بيمثلهم هم، مش بيمثلني أنا.